ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم لحمه كندوز احمر صغير كباب حله على طريقتي. انما ايه حكايه، المره اللي فاتت عملتها معاكم حشوه البيتزا وايت صوص. النهارده هنعملها مع بعض فوق مكرونه بصلصه حمرا بالفحم بطريقه مامتي اللي نزلتها معاكم قبل كده. يلا سوا نشوف المقادير ايه. معايا 2 كيلو من اللحمه وانا قطعتها بالمقص لشرايح زي الشاورما كده على قد ما اقدر، وبدات انزل عليها بالبهارات. معلقتين صغيرين من الثوم البودرة، معلقتين صغيرين بصل بودرة، 2 معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، 2 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ربع معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسود، ربع معلقة صغيرة حبهان مطحون، ربع معلقة صغيرة قرفة، وحطيت معلقتين كبار عسل أبيض، وقلبتهم وخليت كل البهارات تتجانس مع اللحمة تماما، وسبتها في التلاجة ليلة كاملة. وعلى النهاردة الظهر كده ابتديت اشتغل فيها. جهزت لها خضار 5 بصلات حمر و5 بيض من متوسطين لصغيرين في الحجم، وفلفلة حمرا كبيرة. جبت الوك بتاعتي وحطيت فيها معلقة من تسيح لية الخروف ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، ونزلت عليهم بالخضار وفضلت اتابع واقلب لحد الخضار ما دبل تماما، ونزلت باللحمة بتاعتي وقلبت بالراحة خالص علشان المقادير يدوب على قد الوك. ولو عندكم حاجة اكبر من كده ابقوا اعملوا فيها احسن علشان تاخدوا راحتكم. وطبعا ما تنسوش الملح ولكن باعتدال. وسخنت ميه في الكتل ودلقتها عليها لحد لما غطت اللحمه، وسبتها على نار عاليه. هي اصلا مش هتاخد وقت معاكم، سبتها لحد لما الميه اتشربت وتفضل صوص بسيط مع اللحمه كده. النهارده كان عندي عزومه والحلقه نزلت متاخر شويه، بعتذر لكم جدا. عايزه اقول لكم كنت عامله وصفاتي اللي عملتها معاكم قبل كده هنا في القناه، زي الفراخ المشويه على الغاز، وكفتة الفراخ الرهيبة اللي هتدمنوها من جمالها بجد، وكباب الحلة بطل حلقة النهاردة اللي شرفني قدام ضيوفي. وكانت بنت خالي القمر عاملة عيش محمص مبهر يجنن وتومية كريمي وتحفة. ان شاء الله هبقى اخد طريقة تحضيرهم منها واعملها لكم مرة. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وبألف هنا وصحة وعافية على قلوبكم يا رب.